رئيس هذا العالم من على عرشه وطرحه خارجا. الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وأصبح الرب يسوع هو الملك الممسوح والمعين من الله، وبالتبعية أصبحنا نحن العائلة الملكية. أقولها باتضاع، وأقولها بفخر، وأقولها بخجل: We are the royal family. نحن العائلة الملكية، لأنه يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح. ومن الواضح أن قصد الآب لم يكن أن يقيم ملكا، لكن يقيم عائلة ملكية، الملك وعائلته. وقد غلب الملك وحقق الانتصار وتم مسحه وتبوأ عرشه، وهو الآن بيجهز الرويال فاميلي، بيجهزها. إلا أنه من الواضح جدا أن هذا الملك لاعتبار عظيم خسره آدم الملك الأولاني أنه ملك وكاهن، ولهذا فهو على رتبة ملكي صادق. والمقصود بأنه ملك وكاهن مهمته ليست مهمة سياسية فقط للإدارة، وهي مهمة شريفة وكريمة، أن يدير الكون لصالح البشر، أن يدير الكون المخلوق لصالح الخليقة، سواء الخليقة العجموية التي تئن الآن والتي أخضعت للبطل بسبب الملك الفاشل الأول، لكنها ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله تحت سيادة الملك العظيم يسوع المسيح. فهذا الملك إدارة، مدير، إدارة جديدة، لكن هذه الإدارة الجديدة ليست لصالح الله ولا لصالح العائلة المالكة، لكن لصالح الخليقة. السر في تحت ملكه سيهتف، الأرز سيهتف، الشجر سيصفق، الجبال ستسبح، الخليقة كلها سوف تبتهج تحت ملك يسوع المسيح. لكن هذا الملك الممسوح ليس فقط ملك، لكنه كاهن أيضا، والكهنوت مهمة روحية. والمقصود بالمهمة الروحية الكهنوتية أنه يجلب صلاح الله للخليقة، يستحضر الله للخليقة، لكنه أيضا يستحضر الخليقة إلى الله، فهو حلقة وصل بين الله وبين الخليقة. في رؤيا 20 وهو يتكلم عن الملك النهائي يقول: يكونون كهنة الله، هؤلاء الذين ليس للموت الثاني سلطان عليهم، سيملكوا مع المسيح وسيكونون كهنة الله والمسيح. كهنة الله والمسيح. كل ما عند الله من حب، من صلاح، من جود، من أخبار طيبة ينقلها الملك الكاهن إلى الخليقة. وكل ما عند الخليقة من أسئلة، من حيرة، أو من حب وذبائح وتقديمات ينقلها الكاهن إلى الله. إلا أنه يا أخوتي الشيء البديع والغريب أن هذه الرويال فاميلي التي أتى بها يسوع المسيح بموته بخلاصه الذي صنعه هي أيضا عائلة كهنوتية. فهي عائلة ملوك وعائلة كهنة، وعشان كده يقول عنهم مملكة كهنة. أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا، أو مملكة، عائلة ملكية كهنوتية لو أردنا الدقة في الترجمة. أو زي ما بيقول عنهم في بطرس
الأولى أصحاح 2 كهنوت ملوكي لتخبروا، تشو، تبينوا وتظهروا فضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. لقد دخل يسوع بمفرده إلى المعركة ونزع رئيس هذا العالم وطوح به بعيدا وحقق الانتصار وصعد إلى العلاء وسبى سبيا وجلس على العرش كاهنا وملكا على كرسيه. لكن الأعجب والأغرب أوجد لله عائلة ملكية كهنوتية. وفي مجيء الثاني عندما يدخل بهم إلى الآب فخره ليس انتصار الذي حققه على إبليس، لكن فخره يقول ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله. وهنا يقتبس من إشعياء 8، وإذا رجعنا للنص في إشعياء 8 ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله آيات وعجائب. فكل ابن وكل ابن جاء به يسوع هو آية وأعجوبة صنعها يسوع المسيح كالملك والكاهن، إذ أتى بنا من جنسه من نسله من ثمره حبات حنطة يجري فينا his spiritual DNA. نفس الدي ان ايه، زي ما خدنا الجينوم البشري من آدم خدنا الجينوم الروحي من يسوع المسيح. لو تحلل لك في السماء تعبير خيالي، تعمل لك دي ان ايه، يطلع الدي ان ايه بتاعك يسوعي طالع من يسوع. هو ده قصد الله. أتذكر في إحدى البلاد مجرد ما نزلت من المطار جاءتني مكالمة تليفون من شخصية معروفة وقال لي أهلا حبيبي، أنا مبسوط إنك جيت. قلت له عرفني بيك. قال لي يمكن أبسط تعريف أقوله لك هو أنا يسوعي القلب وحاجة الديانة. قلت له وأنا يسوعي القلب قبطي الديانة. يسوعي القلب، يسوعي القلب، يسوعي الكيان. يسوع يا أحبائي جنس، يسوع يا أحبائي kind of being، يسوع يا أحبائي نوع كائن جديد. من ارتبطوا به خليقة جديدة، إنسان جديد مخلوق بحسب الله في البر والقداسة الحقيقية، وليس البر والقداسة المزيفة التي ينتجها الدين والتدين. أعتقد أن هذا المفهوم واضح قوي في رؤية يسوع لمجده. اسمع النص تاني من فضلك، هاتولنا يا مارك. الآن أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. كيف يا سيدي ستتمجد؟ احكي لي عن صولاتك وجولاتك في ساعات الظلمة، وأنت تجرد الرياسات والسلاطين، وأنت تشهرهم جهارا، وأنت تطوح برئيس هذا العالم، وأنت تبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. احكي لي عن مجد نصرتك وأنت الفتى الجميل تطوح بمقلاعك لكي تسقط الجبار وتحقق الانتصار على من هو أعظم من جليات. احكي لي عن نصرتك على إبليس، لكن لا يحكي عن نصرته على إبليس، إنه يقررها كنتيجة. لكن اسمعوا النص، الآن تمجد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. الحق أقول لكم إن حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. هذا هو مجدي يا ابني، مجدي أني سأقع في الأرض وأموت لكي أأتي لأبي بثمر كثير مني. إشعياء 53 في جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء، الترجمة الدقيقة
قطعوه من الأرض وهم يظنوا أنهم لن يروا له جيلا. قطعوه من الأرض ظنا أنهم لن يروا له جيلا. شيل جيلا وحط نسلا. قطعوه لكي لا يروا له نسلا، بس رد الله عليهم يرى نسلا، وجه النسل. يسوع شايف انه مجده انه خلف، شايف مجده انه جابكم، شايف مجده الحقيقي ان يبقى عنده خلفة هنية، جايب اولاد وبنات يحملون جيناته الروحية وسيدخل بهم الى الآب مفتخرا. وهذه هي العائلة الملكية التي ستدير الكون الى ابد الابدين. ده يجاوبك انت مين، ويجاوبك هو ايه المعنى من الوجود. What is all about؟ هي الحكاية دي كلها ايه؟ هنطلع منها بايه؟ الله طالع منها بعيلة بأبناء، يسوع طالع بعروس، والروح القدس طالع بمسكن. يوحنا 12 يستكمل الرب الحديث ويقول: إن لم تقع حبة الحنطة تبقى وحدها، لكن ابن الإنسان عمره ما يتمجد إذا بقي وحده. خدوا بالكم الغلطة المميتة اللي وقع فيها آدم، أراد أن يتأله ويبقى وحده، سقط وفشل المشروع وما جابش نسل لله. لكن تكوين 5 ولد ولدا على شبهه، جاب زيه كائن يدور حول ذاته، لكن يسوع جايب نسل لأبيه. علشان كده يجي السؤال اللي بعده: واو، إذا كانت دي ماي ايدنتيتي وأنا من الرويال فاميلي وأنا دلوقتي يعني من العيلة دي الجميلة، ده يعطيني الغرض، يجيب عن سؤال الغرض، يجيب عن سؤال المعنى، لكن أعمل إيه؟ أنا موجود ليه؟ دالاس ويلرد يجيب بالنيابة عني في هذا الأمر بتعبير جميل، يقول training for reigning. training for reigning. reigning يعني سيادة وملك. نحن هنا ليه؟ نتدرب لكي نملك. هذا الملك ليس ملكا نظريا، لكنه ملك حقيقي ويحتاج إلى تدريب. والتدريب إن احنا مش يعني هنبتدع تدريب ولا هنخترع، لكن هنسير في خطى رأسنا، في خطى من أوجدنا، في خطى حبيبنا وعريسنا وربنا ورأسنا. فهو بيقول يا جماعة، آدي المشروع، آدي مجد ابن الإنسان، آدي اللي أنا عملته عشان أتمجد كابن الإنسان وعلشان أجيبكم إلي وأجيبكم للآب. أنتوا بقى عليكم إيه؟ من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. إن كان أحد يخدمني فليتبعني، فليتبعني، امشي ورايا، اعمل زيي، انتهج نهجي، سر ورائي، حيث أكون أنا. دي مش وعد، دي وصية. حيث أكون أنا ينبغي أن يكون خادمي أيضا. مش تروح اللي انت عايزه وتطلب ان انا اكون معاك، لا، تدور انا رايح فين وتمشي ورايا. حيث اكون انا هناك يكون خادمي. والنهاية إن كان أحد يخدمني يكرمه الآب، كما مجدني سوف يمجده، وكما أكرمني سوف يكرمه. خلونا أقول كلمتين عن موضوع النفس ده. من يبغض نفسه يحفظها، من يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية، من يحب نفسه يهلكها. مش دايما اللغة بتبقى يعني في كل مرة تعني نفس الشيء.
لكن علينا أن ندرس القرينة لكي نفهم إيه اللي بالظبط عايز يقوله. لما بيتكلم عن النفس خلينا ناخدها ببساطة سيلف، السول بتاعتك. بس السول مش زي التقسيمة بتاعت روح ونفس وجسد، لكن السول زي ما بيقول خلصت 3000 نفس، يعني الإنسان ككل. اسمعوني في اللي هقوله ده أحبائي. الإنسانية لكي تكون human soul خالدة، دي spiritual gift، دي ما تجيش بيولوجيا، لكنها تمنح كهبة روحية. والأغرب أنك شريك في تطويرها وفي صناعتها، ولك رأي إن كنت تحفظها إلى حياة أبدية أو إذا كنت تهلكها. صعبة الفكرة أنا عارف، بس أنتوا تعودتوا عليا يعني. وأنا طالع حد قال لي أنا جبت 70% من اللي أنت قلته، خير كتير. أنا شخصيا بجيب 60% من اللي أنا بقوله يعني. قال الرب الإله، اسمع معايا وركز، لتخرج الأرض ذوات أنفس حية. نفس حية، نفس الحية دي عندها consciousness، واعية، مش كده؟ يعني الحيوان عنده وعي، لكنه يعي المحسوس والمنظور، لا يعي غير المنظور، لا يستطيع أن يفكر في الحق والخير والجمال. فالنفس الحية الحيوانية لديها وعي، لكن وعي محدود. أما الوعي البشري بالطبيعة by nature هي نفس حية، هي بعينها بتاعت الحيوان. نفس الحية اللي في الإنسان هي النفس الحية اللي في الحيوان، لكن الوعي بتاعها مختلف شوية. لديها potential للأنسنة، لديها potential للخلود، لديها potential أن تتغير وتتطور إلى كينونة روحية خالدة. النفس الحية في الحيوان ليست خالدة، وتنتهي بالموت وترجع إلى التراب. لكن النفس الحية في الإنسان لديها هذا البوتنشال أن تولد من الله. وإذا حدثت الولادة في النفس الإنسانية بناء على رغبتها واختيارها استقبل كلمة الحق، تحصل حاجة معجزية اسمها المولود من الروح هو روح. فبقي في حاجة اسمها روح. وتعودت أن أقول أن النفس الحية هي مركز الوعي وتحيي الجسد. الروح المولودة من الله هي مركز العلاقة مع الله وتحيي النفس لتهبها الخلود، فتصبح هذه النفس المتروحنة بالمعنى الحلو، مش المعنى مش متدروشة، لكن النفس اللي بقيت spiritualized بالروح تبدأ تكبر وتتطور وتودع الموت وتدخل إلى الخلود من الآن. فيبقى عندنا spiritual beings اللي بولس يقول لهم في كورنثوس لم أستطع أن أكلمكم كروحيين لكن أكلمكم كجسديين. وبعدين يقول تعبير غريب، لأنكم إن كان بينكم تحزب ألستم جسديين وتسلكون بحسب بشر زي بقية الناس. بعدين يستكمل حديثه ويقول لأن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله. وكلمة الطبيعي سكيكوس يعني النفسي، يعني اللي هو مجرد نفس حية ما حصلت لهاش عملية السبريتشواليزيشن. ايه علاقة ده بالنص ده؟ السلف بدون الروحنة الصحيحة دي تدفعها وتقودها وتسيرها الرغبات زي ايه؟ زي الحيوان، الغرائز.
اللي نفسي فيه، اللي بحبه، الفيلينجز اللي النهارده اصبحت مقدسه. فالناس تعيش وتتبع فيلينجز. يعني اذا جت عليه لحظه كده وحس انه امراه في جسد رجل، يعمل ايه في جسمه؟ غيره طبعا، لانه الاهم هو ماي فيلينجز. امال يعني عايزني اجي على الفيلينجز بتاعتي يعني؟ لا طبعا، اوعى اوعى، الا الفيلينجز. You are your feelings. هذه هي الحيوانية. عاش البشر طويلا، اسمعني، حتى بدون معرفة الله يغيرون مشاعرهم لتتوافق مع الواقع. اليوم عندما تعمقت الحيوانية يغيرون الواقع ليتوافق مع مشاعرهم. إذا سرت وراء الرغبات، وراء المشاعر، وراء الفيلينجز، وراء الديزايرز، وراء ما يسميه بولس كنتم ميتين، وراء مشيئات الجسد والأفكار، تهلكها، تضيع البوتنشال بتاعها to be spiritual being، تضيع البوتنشال to be human، تضيع البوتنشال بتاع الخلود، وتحكم على نفسك بالهلاك الأبدي. عشان كده الفرصة متاحة، ولدينا إنجيل، لدينا كرازة، أن الرب يسوع يدعوك أن تقبله ليخرجك من الموت والهلاك ويهبك الخلود والحياة. لكن إذا أبغضتها، يعني إيه تبغضها؟ يعني تقف قدام المراية وتقول له روحك بكرهك، تبقى بتعمل خطية على الأقل، لأنك بتبغض حاجة ربنا بيحبها. اوعى تعمل كده. الحاجة اللي ربنا بيحبها لازم أنت تحبها، فإذا كان ربنا بيحبك فأنت لازم تحبك. إذا كان ربنا بيحبك فأنت لازم تحبيكي. ما أعرفش يعني إيه تحبيكي دي. أنا بحبني لأني غالي، وهو قال لي كده: صرت عزيزا. You are precious. أنت مكرم، وأنا عايز أديلك الخلود. أنا هديلك نوع وجود مختلف ومن دلوقتي. فلو حبتني أقبل عطاياه ليا. لكن المقصود بإني أبغضها، إني لا يمكن أن أسمح لرغباتي ومشاعري والفيلينجز أن تهلكها. لا يمكن أبدا. تقولي طب ما الفيلينجز دي جزء منها؟ أقول لك للأسف لا. الفيلينجز دي تكونت بحكم المجتمع اللي أنت موجود فيه. المجتمع اللي أنت موجود فيه you are immersed in it. أنت غطسان فيه، بحيث أنه أصبحت الأمور المهمة، وهي دي اللي بتوجد المشاعر، مغلوطة. واحد من الفلاسفة المسيحيين اسمه روبرت سي روبرت يقول أنه تعريفه للمشاعر هي تكوين ذهني مجتمعي عن ما يهمك. فأنت بتحس أحاسيس خاصة من جهة الشيء الذي يهمك. لو ما فيش اهتمام ما فيش أحاسيس، صح؟ فكر فيها. طب ومين اللي بيشكل ما يهمنا؟ المجتمع اللي احنا عايشين فيه. المجتمع بيدينا إيحاءات معينة، انك مثلا مش هينفع تسعد إلا في بلد معين، بدخل معين، بزواجة معينة، بعلاقات معينة. هو اللي كون لك كده، وانت عملت ايه؟ صدقت وبقيت الفيلينجز بتاعتك ماشية وراه. قصد الرب يسوع أن تبغض نفسك هو أن تبغض رغباتك والفيلينجز بتاعتك اللي بتقودك بعيدا عن عملية الروحنة الحقيقية. لكن من يبغضها
في هذا العالم. بص التعبير الجميل، من يبغضها فين؟ في هذا العالم. يعني الحكاية دي مش هحتاج أمارسها لما أروح فوق، لأنه ما فيش هذا العالم الذي يكون هذه الفيلينجز. من يبغضها في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. كان أحد يخدمني فليتبعني. امشي ورا الرب يسوع، ما تمشيش ورا العالم. النهارده كنت بصلي قبل ما انزل وبقول له يا رب ايه الحاجة العملية اللي عايزنا اوصلها لاخواتي؟ فقال لي كذا حاجة، من ضمنهم يا اخوتي اكرهوا العالم، اكرهوه ارجوكم، ابغضوا العالم. العالم مش عارف اقول عليه، مجرم، قاتل. بص على كل طفل محروم من ابويه، مشرد، مسحوق، وقول العالم هو السبب. بص على كل ألم ومرارة وكسرة وحزن، بص على الخيانة والغدر والنجاسة، بص على الشر اللي حاصل وقول العالم هو السبب. اكرهوا العالم. العالم عمره ما عرف يسعد حد. محبة العالم عداوة لله. الآن دينونة هذا العالم. يا نفسي إن كنت تدعي أنك تلميذة للمسيح، ابغضي العالم، ابغضي العالم. اكرهي مبادئه، اكرهي قيمه، اكرهي الفيلينجز اللي بيخلقها، اكرهي خداعه. خدع الناس وقتلهم، لدرجة أن يعقوب يغضب ويقول أيها الزنات والزواني، أيها الزنات والزواني، ألستم تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ العالم يمضي وشهوات. دي من أكتر الحاجات اللي بتغيظني منه، لأنه بسبب طول سنين الخدمة والشغل في الطب النفسي بشوفه لما ابتدى ينخدع وبشوفه لما بيحصد. مش كتير منكم بيشوف البداية والنهاية. فبشوفه هو بيبدأ وأقول في يوم من الأيام الغلبان هيحصد، ودايما ما بتخيبش. أشوف في النهاية من صار وراء مبادئ العالم سحقهم العالم، سحقهم العالم. اسمع العبارة دي واحفظها من فضلك، احفظها أرجوك، موجودة في سفر عموس. صاروا بالسين، ساروا وراء الباطل وصاروا بالصاد باطلا. ساروا وراء الباطل وصاروا باطلا، وسرت وراء يسوع وصرت إنسانا. سرت وراء يسوع فصرت إنسانا. ومن صاروا وراء الباطل صاروا باطلا. يسوع بيدعوك بعد ما غير الخريطة ونزع رئيس هذا العالم عن عرشه، بيدعوك وبيدعوك أن تكره هذا العالم. عيشوا للرب أحبائي في هذا المجتمع أعلى منه، عيشوا أرفع وأرقى من هذا العالم. اوعوا تخدعكم أفكاره وطرقه وإغراءاته وجاذبياته. ده اللي نعمله. الرب يسوع بيستكمل بعد كده، ما فيش وقت ان اتكلم فيها ازاي هو هيدخل الحرب دي لوحده. وعشان كده حبيب قلبي يقول الآن نفسي قد طربت، وماذا أقول؟ هل أقول أيها الآب نجني؟ الحكاية دي بقى خدها كده اللقطة دي وروح بيها لجسماني يوم الخميس بالليل واتفرج عليه في جهاده بمفرده وهو يجاهد لأنه كان يعلم ثقل المعركة التي هو داخل إليه. وده واحد من الأسرار اللي لم يتح لنا أن نعرف ماذا حدث هناك، لا في البستان ولا في الجلجثة. كل اللي نعرفه أنه في البستان ظهر له ملاك لكي يقويه في جهاده مع هذا العدو البشع. وعلى الصليب، وأنا أعتقد أن هذه العبارة اللي هقولها دلوقتي مقتبسة من المزمور كانت تلخص كل تنهداته وهو على الصليب، وليس فقط لحظة تسليم الروح لما يقول له يا أبتاه في يديك أستودع روحي، يا أبتاه في يديك أستودع روحي، يا أبتاه في يديك أستودع روحي. فظل يستودع الروح في يدي الآب مسلما للآب
طوال الوقت وهو متروك يحارب ويصارع بمفرده، حتى في النهاية نكس الرأس وأسلم الروح بعد أن حقق الانتصار. وقبل ما يعمل كده صرخ صرخته الشهيرة وقال تيتلستاي، قد أكمل، وحقق الانتصار. أتمنى أن احنا نمشي وراه. إذا كان لدينا هيز جينوم يبقى لازم نمشي وراه. نمشي وراه أنه لا نحب أنفسنا بمعنى الديزايرز بتاعتنا، لا نسير وراءها، لكن نتبع يسوع. إن كان أحد يخدمني يتبعني، واللي هيتبعني الآب سوف، أو اللي هيخدمني الآب سوف يكرمه. يكرمه إيه بقى؟ يكرمه على قد خدمتك ليه. وهنا يجي الكلام مرة تاني، training for reigning. على قد ما هتتدرب في بغضة نفسك وسيرك وراء المسيح وليس وراء مشاعرك، على قد مساحة الملك بتاعتك. فالواقع الروحي في الخريطة الروحية الجديدة تمتلك في العالم الروحي على قد تدريبك الروحي. فعرفت تدير نفسك وتدرب نفسك بشكل جيد، يكون لك سلطان على 5 مدن أو يكون لك سلطان على 10 مدن. والمعنى هنا طبعا مجازي، بمعنى أن مساحة ملكك في العيلة الملكة سوف تزداد. قولا واحدا، قولا نهائيا، على قد التريننج بتاعك ونجاحك فيه على قد مساحة الملك في داخل العائلة المالكة. طالما من العيلة المالكة، حضرتك من العيلة المالكة، من العيلة المالكة، لكن في جوه العيلة المالكة نختلف أحدنا عن الآخر في مساحة الملك. طب وإيه لازمتها مساحة الملك؟ أعتقد أنك لما هتروح هناك هتندم ندم العمر إذا قلت الكلمة دي. ما أعرفش هناك في ندم ولا ما فيش. إن كان الرسول بيقول حاجة زي كده لكي لا نخجل منه في مجيئه، لكن أعتقد أن الوضع هيبقى فعلا يعني مخزي، أنه كان عندك فرصة أن تكرمه وتخدمه أكثر لكي ما يكون لك قرب أكثر منه، ويقدم لك بسعة دخول إلى الملكوت الأبدي، لكنك فضلت رغباتك ومشاعرك عن طاعة يسوع وتبعيته. أختم أتمنى الفكرة دي تكون بتساعد في الأسئلة الثلاثة الكبيرة، لكن أخدم بفكرة تساعد تاني في مسألة الهوية ومسألة الاغتراب. الرب يسوع خدهم على العلية بعد الحديث الرهيب ده في يوحنا 12، غسل رجليهم، وزي ما قلت امبارح وضع أسس الإيمان المسيحي، وضع أسس العالم المسيحي. شكله إيه العالم المسيحي بال7 صفات اللي قلتهم؟ مش هعيدهم تاني. وفوجئ بحالة من الاضطراب والارتباك الشديد، فقال لهم لا تضطرب قلوبكم. اسمعوا معايا النص ده وأنا هكتب فيه بشرحه بتعليق واحد وهنصلي مع بعض. لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. أعتقد أني فسرتها العام الماضي، لكن تاني للتذكرة. لقد عشتم كيهود أتقياء مرتبطين بالله دون أن تروه بالعيان. الآن ستكونون مرتبطين بي دون أن تروني. لكن عدم رؤيتكم لي لا يعني انفصالكم عني. فكما آمنتم بالله وعشتم في علاقة معه دون أن تروه، هيئوا أنفسكم أن تكونوا في علاقة حميمة معي دون أن ترونني. أنتم تؤمنون بالله، نفس الطريقة آمنوا بي. لا، احنا فاهمين زي اليهود أن المسيح يبقى. ماذا حدث حتى أنك ستمضي؟ احنا عايزينك هنا. نو، هتعيشوا في علاقة معي بالإيمان وليس بالعيان، بذات النوع الذي عشت به كيهود أتقياء في علاقتكم مع الله. مش بنفس المقام ونفس الغراض وآخره، لا، لكن بس في حتة أنكم في علاقة من غير رؤية، علاقة غير مؤسسة على العيان.
في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم. لو كان الأمر غير كذلك لكنت أخبرتكم. إني أقف على مشارف المكان وأرى المكان، والمكان معد ومملوء بالمنازل الكثيرة، فقط يحتاج أن أدخل لكي أضمن لكم شرعية الدخول. سأدخل إلى هناك كإنسان لأوجد في هذا المكان غير المخلوق مكان للبشر، لأن هذا المكان لم يدخله قط إنسان. فأنا بار إنوش سأدخل، وبدخولي I am your forerunner. تخيلوا، دخل يسوع كسابق لأجلنا. إذا لم أدخل لا تستطيعوا أنتم الدخول. فدخولي وجلوسي كإنسان هناك يعلن شرعية دخولكم ويعلن حقكم في الدخول. فأنا أدخل لأعد لكم مكان. أنا مش بعدكم أنتوا، عدكم أنتوا دول بالموت والقيامة والحياة والروح القدس، لكن بعد ليكم المكان بجلوسي هناك. فأنا داخل علشان أفتح لكم الطريق. وإن مضيت وأعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. وبعدين يقول وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. أقول سؤال وأقرر حقيقة. السؤال، رب يسوع بيقول لهم لا تضطرب قلوبكم. وسؤالي على أي أساس؟ على أساس أنه يمضي ليعد لهم مكان، أم على أساس أنه سيأتي ثانية ويأخذهم إليه؟ بص، اقرأ النص بتدقيق علشان ما نتسرعش في الإجابة. لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم. أنا أمضي لأعد لكم مكان. بعدين وإن مضيت وأعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إليه. يسوع لما بيقول لهم لا تضطرب قلوبكم، على أساس أنه رايح يعد لهم مكان، ولا على أساس أنه هيجي تاني ويأخذهم إليه؟ بصراحة لو على أساس أنه هيجي تاني بعد 2000 سنة فهذا الوعد لا قيمة له. لا تضطرب قلوبكم يا تلاميذ، لأنه بعد 2000 سنة أنا راجع تاني، ولا بعد سنة. وأنا أعمل إيه في السنة دي؟ ده مرار. إخوتي، هذا الوعد أو هذه الوصية بعدم الاضطراب، عدم اضطراب ليس لأن يسوع سيأتي ثانية، لكن لأن يسوع دخل كسابق لأجلنا. يقول عنه في عبرانيين 6 هذه العبارة اللي تشرح ده: أن النفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى مداخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا. النفس مؤتمنة وثابتة تدخل بوعيها، استعرف مقامها، تدخل بعشم، تزق الباب وتدخل، لأنه الجالس على العرش رأسي وحبيبي وسيدي، واسمي مكتوب على قلبه، واسمي منقوش على كتفه. هو رأسي، أنا منه، أنا حتة منه، أنا غالي عليه. أدخل إلى مداخل الحجاب. ادخل وثق أنه تقلب مشاعرك لا يخرجك من هذا المكان، وأن أخطائك لا تخرجك من هذا المكان. ادخل وقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. أنا واقف قدامه لأن يسوع أهلني بدمه وبدخوله كسابق لأجلي. حتى وإن كان عندي شكوى من الرب أشتكي وأنا في محضره. حتى لو كان عندي غضب أعمل زي إلي، حتى إلى المرأة التي أنا نازل عندها أسأت إليها. بيقول الكلام ده وهو واقف قدام الرب. ادخل
وما تسيبش شعورك ووعيك بانك جوه، ما تسيبهوش ملطشة تحت تأثير مشاعرك او حتى اخطائك. انت جوه، الدم مرشوش، يسوع على العرش جالس، اذا انت مكانك فين؟ جوه، مؤتمنة وثابتة، تدخل الى مداخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا. وانت جوه مفيش اضطراب، وانت جوه مفيش اضطراب. لكن حقيقة مجيء المسيح اللي مش عارفين هيجي امتى، تعزينا انه هيجي وهينهي هذا الواقع، لكن اللي هيسعفني من يوم ليوم وانا اواجه مصاعب الحياة هو دخولي الى المكان الذي اعدني له واعده لي يسوع المسيح. السؤال او الحقيقة الثانية ممكن اصيغها برضو في صيغة سؤال: يا ترى ما هو هذا المكان؟ هل هو السماء؟ هل هو بيت الآب؟ بصوا اللغة اللي بيقولها الرب يسوع وهو يتكلم عن أرواح وعالم روحي. بيقول: حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. يسوع بيقول لهم تعلمون حيث تشير إلى المكان، تعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق، يعني تعرفوا العنوان وتعرفوا الدايركشن. دلوقتي لما حد بيبعت لي العنوان، بعت لي العنوان وبعدين يقول لي ابعت لك اللوكيشن وابعت لك الدايركشنز، او انت تدخل وتشوف الدايركشنز. يسوع بيقول لهم انتوا عارفين الديستنيشن، عارفين المكان، وعارفين كمان الطريق. بس فوجئنا بيه لما توما، ونشكر ربنا لاجل توما، لما: يا سيد لسنا نعلم اين تذهب، احنا مش عارفين العنوان، فكيف نقدر ان نعرف الطريق؟ قال له يسوع: انا هو الطريق والحق والحياة. انا الطريق، خلينا في الطريق دلوقتي. انا الطريق. طب what about المكان؟ what about الديستنيشن؟ كمالتها: ليس احد يأتي الى الآب الا بي. فالديستنيشن هو الآب والطريق هو يسوع. فأنا بروح للآب وطريقي إلى الآب هو يسوع. إيه العنوان اللي أنا قصده؟ الآب. فالآب هو عنواني والآب هو مقري. أخوتي الأحباء، لا أعرف شفاء وعلاج للاغتراب إلا حضن أب. حضن أب. تعرفوا أكتر حاجة العالم مفتقر إليها إيه دلوقتي؟ الأبوة. مأساة في كل الأرض إن الناس مش لاقية أب. ولو قريت أدب نجيب محفوظ تعرف إن نجيب محفوظ كان صاحب نظرة ثاقبة للغاية عندما فسر معاناة الإنسان أنه محروم من الآب. وعندما تقرأ مثل الابنين الضالين تعرف ان المأساة الحقيقية هي الحرمان من الآب. مش المكان، لأنه الواد الكبير كان جوه المكان بس كان محروم من الآب. وأبوه بيقول له: يا ابني أنت معايا وكل ما لي فهو، لكن عمره ما عرف يستمتع بأبوه. وقال له: حتى لما حلمت بجدي كنت عايز أفرح بيه مع أصدقائي لأنه ملوش علاقة مع أبيه. أتمنى من قلبي ده درس عملي تاني، تتعلم إزاي تدفن راسك في صدر أبوك. تعلم ترمي روحك في حضن أبوك. تقول لي مش شايفه. بالإيمان بعمل بالإيمان بس مش بحس. اصبر شوية، الأحاسيس دي حاجة بتتكون، هتيجي الأحاسيس، لكن درب نفسك 10 مرات في اليوم انك ترمي نفسك في حضن أبوك. قل له: هجمي
I need your hug. I need حضنك. مش انت استقبلت الضال بانك وقعت على عنقه وقبلته؟ قبلني يا ابي، احضني يا ابي. خلونا نقف مع بعض وانت بتتمسك بحقك وبتقول له اعمل التجربة العملية دي دلوقتي. قول له يا ابي، ابنك يسوع وعدني اني اقدر اجي والقي بنفسي في حضنك وانك تستقبلني. ضمني يا ابي، ضمني يا ابي، احضني يا ابي، فانا في احتياج عميق لحضنك. وخلي ده قرارك الحاسم الدائم. منين ما تخاف، حضن ابي هو ملجئي. منين ما تحتار، ارمي روحك في حضن ابوك. اذا هاجت عليك عواصف الحياة، احتمي في ابيك. النفس تدخل الى ما داخل الحجاب حيث دخل يسوع. يسوع قال هو ده اساس عدم الاضطراب. امضي لاعد لكم مكان. انا داخل جوه مش هفتح لكم الطريق عشان تقدري تدخلي. انت ابي وكفى. انت ابي، انت ابويا. قل له زي اساف ومعك لا اريد شيئا. قال له من لي في السماء، من لي في السماء. الكلمة اللي بعديها يقول له ومعك لا أريد، فواضح إن جاوبه وإن كانت ما تسجلتش. قال له أنا ليك في السماء. قال له ومعك لا أريد شيئا ولا شخصا، فأنت تكفيني. أنت تكفيني يا أبي. إن أكرمتني بالأشخاص وأحاطوا بي، أو أكرمتني بالأشياء ووضعتها تحت يدي، سأحمدك من أجلها، لكنها أبدا لن تكون عكازي أو سندي أو معتمدي. أنت يا أبي، أنت يا أبي. وإذا رأيت شر الأشرار، وإذا رأيت كبرياء الأشرار، افتكر أن يسوع على العرش هو الملك الكبير. إنه مجرد ضجيج سوف يصمت إلى الأبد. إنه مجرد ضجيج سوف ينتهي. لقد خلع يسوع رئيس هذا العالم. مصدق يسوع؟ صدقوا؟ ملكنا بيقول الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. إبليس مطروح خارجا وليس له سلطان على أولاد الله. وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. عندما يأتي ثانية سيضعه تحت أقدامنا، لكن من الآن ليس له علينا سلطان. وعندما ترى بريق العالم لا تكن ساذجا غيا غبيا وتنجذب به، فهو بريق بلا جوهر، مجرد مظهر بلا جوهر. احذر منه، لا تتبعه، اتبع يسوع. اتبع يسوع. إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا يكون خادمي، وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب.
ما أجمل إكرام الآب، ما أجمل إكرام الآب. أخوتي الأحباء، كل إكرام من العالم ومن الناس قابل للتغيير والاضمحلال، لكن إن أكرمك الآب يخلد إلى الأبد إكرامك. أترك معاكم الكلمتين دول: حضن الآب وإكرام الآب. أمام الهم لا تضطرب، ألق بنفسك في حضن أبيك. وأمام إغراء العالم احذر، لأنه خادع وقاتل، وانتظر إكرام أبيك. أبي المحب، يا لغنى كنيستك، يا لغنى عائلتك، يا لغنانا بابن محبتك. أعطيتنا يسوع، ما أجمله، ما أروعه، ما أشهى في عيوننا الآن، ونحن نراه مضى وحيدا يحارب بمفرده ليحقق انتصارا عظيما نحصد نحن نتائجه. أبانا الغني المحب، نشكرك لأجل قلبك، ونشكرك لأجل ابنك، ونشكرك لأنك صرت أنت مقرنا وعنواننا الآن، ونشكرك لأننا نستطيع أن لا نضطرب ونمتلئ بالسلام. أبانا المحب، أعنا لكي لا نخدع فلا نتبع سيدنا، أعنا لكي نتبعه في كل يوم لكي نستمتع بإكرامك لنا، في اسم المسيح، آمين آمين. أعتقد أنه في 5 دقائق 10 دقائق للترنيم. تفضل يا سامح، تفضل. خلونا واقفين، أنتوا تعبتوا من القعدة.